بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة ان شاء الله هنعمل البيتي فور. بصوا شايفين شكله، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. صلوا على النبي حبايبي، صلوا على النبي وحيدوا الله. شايفين منظر البيتي فور طالع روعة، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. اهو شايفين عملنا جزء منه بالشوكولاتة وجزء منه كده، وهوريكم هنعمله ازاي. هنبدأ في الوصفة. صلوا على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد. بصوا كوباية سمنة، هو المقدار يعني انا بعمل لكم بالمقدار. شايفين الكوباية دي هنعاير بيها المقادير كلها. اخدنا كوباية سمنة بنفس الكوباية، بنفس المج كده، هو المج، بس مش هو مج السمنة يعني. بنحط نص كوباية سكر بودر، ويا ريت كمان ننخل السكر، لان بيبقى فيه حبيبات صحيحة. على بيضتين ضربنا الاول الخليط بتاع السمنة بالسكر لغاية لما بقوا كريمي كده بالمضرب، وبعد كده حطينا بيضتين عليهم، وهنحط عليهم الفانيليا اهو. حطينا عليهم فانيليا اهو. السمنة اللي حطيتها دي كانت سمنة بلدي، وهنحط عليهم اهو فانيليا تاني كده برضو بودر، وهنضرب الخليط ده ببعضه اهو. هتضربيه حلو كده مع بعضيه، ايوه كده اهو. وبعد كده بنحط كوبايتين دقيق، يبقى كوباية سمنة عليها كوبايتين دقيق وبيضتين ونص كوباية سكر. ده مقدار البيتي فور. ما بيتحطش فيه بيكنج باودر. هنضرب الخليط ده مع بعضه كده. هو بعد ما بنضرب المكونات الاولانية دي مش محتاج ضرب تاني، يعني ما بتضربيش فيه كتير عشان ما يجيش عرجه اهو. بصوا اي العجينة بسم الله ما شاء الله كانت حلوة. وبس المكبس اللي كان متعب شوية بس كده اهو. ده بنعمل المقدار التاني اهو. ضربنا الاول السكر بالسمنة كويس خالص، وبعد كده حطينا البيض وضربنا. بصوا شكل الخليط كريمي ازاي اهو. بنضرب كويس خالص كده، بنخليه خليط كريمي كده. يا ريت السمنة ما تكونش سايحة، عشان انا اول مقدار كانت السمنة كانت سايحة شوية. بعد كده انا حطيتها في التلاجة فجمدت. بصوا انا شلت نص كوباية من مقدار الدقيق، وحطيت مكانها نص كوباية الكاكاو دي. يعني كده المقدار عليه كوبايتين دقيق، فانا شلت نص وحطيت نص الكاكاو عشان اقدر احط الكاكاو يعني. وبضرب الخليط كده مع بعضه. شايفين العجينة؟ الصراحة عجينة الكاكاو كانت طالعة اجمل من العجينة التانية اهو. في الفرن اهو اهم يا حبايبي. بصوا هم طلعوا من بنحط لهم مربى، بنلزق كل اتنين مع بعض، يعني واحدة كاكاو والتانية سادة اهي. بنحطهم على بعضهم كده اهو. يا ريت تكون المربى كريمي.
بصوا بحط في النص كده المربى كده، ايه بتروح طالعة شوية من الجناب كده عشان تحط فيها ايه الخلطة اللي انت عايزاها من المكسرات. اه المربى الكريمي بتكون افضل، اسمها مربى كريمي كده يعني ما بتكونش فيها قطع، بتبقى ناعمة كلها. اي ده جوز هند ده. بحط المربى في النص وبعد كده بحط عليها البتفورة التانية، وبعدين بحطهم في جوز الهند او في سوداني او في الشوكولاتة فورماسيل، اي حاجة يعني اللي انت عايزاه. بصوا اقول لكم ان احنا ممكن نعملها كده يعني تغطسي واحدة كده وتروحي لازقة التانية على بعضيها. اهي شكلها حلو، اي شكل هتعمليه حلو. مقاسة انا ما بحبش الفورماسيل فما حطيتهوش، جوز الهند عندي افضل يعني، واللي حابب حاجة بيحطها اصلا. بصوا دي شوكولاتة اهو. بصوا انا عملت حمام مية حمام بخار للشوكولاتة عشان اسيحها. ممكن تحطها في الميكرويف، انا ممكن كنت احطها في الميكرويف بس ايه، بس حبيت اعملها زي ما انتم شايفين كده. حطيت عليها شوية زيت عشان ما ترجعش تجمد تاني، بس يكون الزيت نضيف. بص انا كنت ملزقاهم بالمربى، كنت ملزقة كل اتنين بالمربى في النص اهو. بصوا هتاخديها الشكل اللي انت عايزاه، تديها من الجنب كده شوية وتعملها في المكسرات، يا اما تغطسيها كلها برضو عادي يعني بمزاجك. بس بصراحة الشوكولاتة مع البيتيفور روعة، الشوكولاتة في البيتيفور روعة جدا، بسم الله ما شاء الله، حلوة خالص وطعمها حلو. حتى بقى اللي كل منه قال ان هو عامل زي الاوريو كده اهو، شايفين؟ بدل ما بنروح نشتريه بتمن غالي جدا، اعمليه في البيت مش هياخد معاكي حاجة اصلا، والله طريقته سهلة جدا وما بياخدش حاجة في الوقت خالص. هو وقته بس في التلزيقة بتاعته دي والتشكيل اللي بتحطي فيه بس كده، وبس بتعمليه براحتك برضو يعني. بعد ما تخلصي شغل بيتك بتقعدي كده براحتك كده، وحتى لو معاك العيال ولا حاجة بيعملوه معاكي اهو. يلا تشجعوا وقوموا اعملوا اهو. شايفين انا مغطسها ازاي؟ انا مش بغطسها كلها، في جزء غطسته كده بس، في جزء بص عشان يبقى شكله حلو اهو. في كام واحدة كده فيها سوداني مجروش كده مع جوز الهند اهي. يلا يا حبايبي حطوا لايك واعملوا شير لكل حبايبكم واصحابكم عشان يوصل كل جديد من القناة، وخليكم متابعين معايا كل يوم جديد في القناة، كل يوم فيديو جديد، وكل يوم بنعمل أكلة حلوة اهو. شايفين ده السادة ده اللي من غير شوكولاتة ده. يلا حبايبي السلام عليكم.